بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله هنحل مع بعض تمارين كتاب المعاصر، تمارين 10 على درس التعرف على أنواع المثلث بالنسبة لزواياه. إحنا صفحة 245 من كتاب المعاصر، وإنتوا عارفين أنواع المثلث 3 أنواع بالنسبة للزوايا. لو اعتبرنا أول نوع اللي هو المثلث منفرد الزاوية بصيغة المفرد، لأن المثلث ما ينفعش يكون فيه أكتر من زاوية منفردة، لأن أنتوا عارفين مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة. فلو في زاوية أكتر من 90 أو قياسها أكتر من 90، فأكيد الزاويتين التانيين قياسهم أقل من 90. فلو الزاوية بالنسبة لأول نوع، لو الزاوية اللي قصاد أو اللي بتواجه أكبر الأضلاع طولا قياسها أكبر من 90، بنسمي المثلث منفرج الزاوية. ولو الزاوية اللي بتواجه أكبر الأضلاع طولا قياسها 90، بنسمي المثلث قائم الزاوية، وبرضه بصيغة المفرد، لأن المثلث ما ينفعش يكون فيه أكتر من زاوية واحدة قائمة. لأن لو عندي زاوية واحدة قائمة يبقى قياسها 90، يبقى الزاويتين الاتنين أكيد أقل من 90، لأن المفروض يكون مجموعهم ما يزيدش عن 90. النوع الثالث المثلث حاد الزوايا بصيغة الجمع بقى. فلو المثلث في المثلث حاد الزوايا، الزاوية اللي بتواجه أكبر الأضلاع طولا زاوية حادة، فبالتالي أكيد هي بتواجه أكبر أضلاع طولا. فلو الزاوية دي حادة، فأكيد الزاويتين التانيين كل واحدة فيهم زاوية حادة، فبنسمي المثلث في الحالة دي حاد الزوايا بصيغة الجمع. وأول سؤال عندنا: في كل مما يأتي حدد نوع المثلث أ ب ج بالنسبة لزواياه، إذا كان طبعا أ ب 12 سنتي وب ج 14 وأ ج 15. احنا بنشوف أكبر أضلاع طولا. لو كان مربع أكبر أضلاع طولا ده أكبر من مجموع مربعين الضلعين التانيين أو الآخرين، بيبقى الزاوية اللي قصاد أكبر أضلاع طولا زاوية منفرجة، وبنسمي في هذه الحالة المثلث منفرج الزاوية. ولو مربع أكبر أضلاع طولا بيساوي مجموع مربعين الضلعين التانيين، يبقى من نظرية فيثاغورس الزاوية اللي بتواجه أكبر الأضلاع طولا زاوية قائمة قياسها 90 درجة، فبنسمي المثلث في هذه الحالة قائم الزاوية، وطبعا مش هيكون فيه أكتر من زاوية واحدة قائمة. ولو الزاوية، لو جبنا المربع أكبر الأضلاع طولا لقيناه أقل من مجموع مربعين الضلعين الآخرين، فبالتالي الزاوية اللي قصاده زاوية حادة، وبنسمي المثلث في هذه الحالة حاد الزوايا بصيغة الجمع. زي ما هنشوف في المثلث اللي قصادنا اللي هو مثلث رقم 1، هنجيب آه، أكبر أضلاع طولا اللي هو أ ج 15 ونربعه. أ ج تربيع بيساوي 15 تربيع، يعني بيساوي 225. ونجيب مجموع مربعي الضلعين الآخرين اللي هو أ ب تربيع زائد ب ج تربيع. أ ب تربيع بيساوي 12 تربيع زائد ب ج تربيع، يعني 14 تربيع. 12 تربيع ب144، و14 تربيع أعتقد ب196، بيساوي 340. طبعا أ ج تربيع أقل من مجموع مربعين أ ب وب، إذا أ ج تربيع أقل من أ ب تربيع،
زائد ب ج تربيع. يبقى الزاوية اللي بتواجه ألف ج دي زاوية حادة، وبالتالي المثلث كله حاد الزوايا. يبقى المثلث ألف ب ج حاد الزوايا. المثلث التاني أطوال أضلاعه 8 و7 و3. هنشوف أكبر ضلع اللي هو ألف ب. يبقى ألف ب تربيع بيساوي 8 تربيع طبعا ب64، ب ج تربيع زائد ألف ج تربيع 49 زائد 9، يعني بيساوي 58. طبعا هنا ألف ب تربيع أكبر من ب ج تربيع زائد ألف ج تربيع. يبقى إذا ألف ب تربيع أكبر من ب ج تربيع زائد ألف ج تربيع. يبقى الزاوية اللي بتواجه ألف ب اللي هي بقى زاوية ج، زاوية قائمة، زاوية منفرجة. إذا المثلث ألف ب ج منفرج الزاوية. وطبعا في ج. المثلث الثالث ألف ب 25 ب ج 15 وألف ج 20 سنتي. أكبر أضلاع طولا هو ألف ب. يبقى هنشوف مربعه. يعني بيساوي 625. ب ج تربيع زائد ألف ج تربيع يساوي 15 تربيع زائد 20 تربيع، يعني بيساوي 225 زائد 400، يعني بيساوي 625. يبقى ألف ب تربيع بيساوي ب ج تربيع زائد ألف ج تربيع. يبقى الزاوية اللي قصاد ألف ب أو اللي تواجه ألف ب زاوية قائمة. يبقى إذا أو بما أن بقى ألف ب تربيع بيساوي ب ج تربيع زائد ألف ج تربيع، إذا المثلث ألف ب ج قائم الزاوية في الزاوية اللي قصاد ألف ب اللي هي زاوية ج. السؤال التاني، حدد نوع الزاوية ص في المثلث س ص ع إذا كان س ص 4 سنتي وص ع 5 سنتي وس ع 7 سنتي. طبعا هنشوف أكبر أضلاع طول اللي هو س ع. س ع تربيع بيساوي 7 تربيع، يعني بيساوي 49. س ص تربيع زائد ص ع تربيع بيساوي 4 تربيع زائد 5 تربيع، يعني 4 تربيع زائد 5 تربيع، يعني بيساوي 16 زائد 25، يعني يساوي 41. إذا بقى س ع تربيع أكبر من س ص تربيع زائد ص ع تربيع. يبقى زاوية صاد اللي هو عايز يحدد نوعها اللي بتواجه س ع، دي زاوية منفرجة. إذا زاوية صاد
زاوية منفرجة في المثلث س صاد عين المنفرج الزاوية في صاد. السؤال الثالث، حدد نوع زاوية أ في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب 6 سنتي وب ج 10 سنتي وأ ج 8 سنتي. زاوية أ يقابلها الضلع ب ج اللي هو أكبر أضلاع طولا، فهنشوف مربعه كام ونقارنه بمجموع مربعي أ ب وأ ج. يبقى ب ج تربيع بيساوي 10 تربيع يعني بيساوي 100. أ ب تربيع زائد أ ج تربيع بيساوي 6 تربيع زائد 8 تربيع يعني بيساوي 36 زائد 64 يعني بيساوي 100. يبقى الزاوية اللي بتواجه ب ج اللي هي زاوية أ زاوية قائمة، لأن ب ج تربيع بيساوي مجموع مربعي الضلعين التانيين. يبقى إذا ب ج تربيع بيساوي أ ب تربيع زائد أ ج تربيع. إذا زاوية أ هي زاوية قائمة في المثلث أ ب ج القائم الزاوية في أ. السؤال الرابع، حدد نوع زاوية ب في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب 10 سنتي وب ج 12 وأ ج 15 سنتي. هنشوف الضلع اللي مواجه لزاوية ب اللي هو الضلع أ ج. يبقى أ ج تربيع بيساوي 15 تربيع يعني بيساوي 225. أ ب تربيع بقى زائد ب ج تربيع بيساوي 10 أس 2 زائد 12 أس 2 يعني بيساوي 100 زائد 144 يعني بيساوي 244. وبالتالي أ ج تربيع أقل من أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، يبقى زاوية ب دي زاوية حادة. يبقى إذا أ ج تربيع اللي هو مقابل لزاوية ب أقل من أ ب تربيع زائد ب ج تربيع. يبقى إذا زاوية ب المقابلة للضلع بقى أ ج هي زاوية حادة. وطبعا المثلث كله يبقى حاد الزوايا. السؤال الخامس، حدد نوع الزاوية التي لها أكبر قياس في المثلث أ ب ج حيث، ودي طبعا أطوال الأضلاع، وبين نوع المثلث بالنسبة لزواياه. الزاوية التي لها أكبر قياس طبعا الزاوية التي تواجه أو المقابلة لأكبر ضلع. ففي المثلث في الحالة الأولى هنا المثلث أ ب ج أكبر ضلع أ ج، يبقى أكيد الزاوية ب. يبقى هنشوف ده أ ج تربيع ونقارنه
بمجموع مربعي أ ب وب ج. يبقى يبقى الأول هتقول له طبعا حدد نوع الزاوية التي لها أكبر قياس. الزاوية ب لها أكبر قياس، لأنها طبعا مقابلة لأكبر الأضلاع، وهو أ ج. ده في الحالة الأولى هنا. يبقى أ ج تربيع. عشان نحدد نوعها بقى هنشوف أ ج تربيع ده بالمقارنة بأ ب تربيع زائد ب ج تربيع. أ ج تربيع بيساوي طبعا 12 تربيع، يعني بيساوي 144. وألف ب زائد ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع بيساوي طبعا 81 زائد 100، يعني بيساوي 181. يبقى ألف ج تربيع طبعا أقل من ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع. إذا قياس زاوية ب طبعا طلع اللي قصادها طبعا مربعه أقل من مجموع مربعين الضلعين التانيين، يبقى قياس زاوية ب أقل من 90 درجة. إذا زاوية ب حادة. وطالما الزاوية المقابلة لأكبر أضلاع طولا زاوية حادة، يبقى باقي الزوايا الأخرين زوايا حادة. يبقى إذا المثلث أ ب ج حاد الزوايا. الحالة الثانية، الزاوية التي لها أكبر قياس طبعا اللي بتواجه أكبر أضلاع، وهنا طبعا زاوية ب برضه، لأن ج أ ج 13 سنتي، وبالتالي زاوية ب هتكون أكبر الزوايا. هنشوف طبعا أ ج تربيع بيساوي طبعا 13 تربيع بيساوي 169. أ ب تربيع زائد ب ج تربيع بيساوي 25 زائد 144، يعني بيساوي 169 برضه. يبقى إذا أ ج تربيع بيساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع. يبقى إذا الزاوية المواجهة لألف ج زاوية قائمة، وطبعا هي أكبر زاوية لها قياس في المثلث ده. يبقى إذا زاوية ب المواجهة طبعا في الضلع أ ج زاوية قائمة، وهي طبعا أكبر الزوايا في المثلث أ ب ج القائم الزاوية في ب. الحالة الثالثة، أ ب 7 سنتي ب ج 16 سنتي وأ ج 14 سنتي. أكبر ضلع هو ب ج، يبقى الزاوية المقابلة ليه زاوية أ. يبقى زاوية أ لها أكبر قياس لأنها مقابلة لأكبر
الأضلاع ب ج. هنشوف دلوقتي الزاوية دي قياسها ايه بالظبط او نوعها ايه. هنشوف ب ج تربيع، اللي هو طبعا ب ج مقابل لزاوية ألف. ب ج تربيع بيساوي 16 تربيع بيساوي 256 ألف ب تربيع دي ألف ب تربيع زائد ألف ج تربيع بيساوي طبعا 7 تربيع يعني 49 زائد 14 تربيع يعني 196 يعني بيساوي 244 245. فإذا ب ج تربيع اللي هو 256 بقى أكبر من مجموع مربعين الضلعين الآخرين، أكبر من ألف ب تربيع زائد ألف ج تربيع. يبقى الزاوية اللي قصاده إذا زاوية ألف زاوية منفرجة، والمثلث ألف ب ج منفرج الزاوية. ما ينفعش أقول مش عاوز أأكد منفرج الزوايا، مفيش مثلث فيه أكتر من زاوية منفرجة واحدة. السؤال السادس في الشكل المقابل ألف ب ج د شكل رباعي. ألف ب 8 سنتي وب ج 9 ج د 12 وألف د 17. د ب عمودي على ألف ب. أوجد طول مسقط ألف د على ب د. مسقط ألف على ب د طبعا هي النقطة ب، ومسقط د على ب د هي النقطة د. يعني هو عاوز طول ب د. والسؤال رقم 2 أو النقطة رقم 2 بين نوع المثلث ب ج د بالنسبة لزوايا. طبعا احنا بعد ما نجيب ب د هيبقى عندنا كل أضلاع المثلث ب ج د نقدر هنعرف نوع المثلث بالنسبة للزوايا سواء كان قائم أو منفرج أو حاد الزوايا. يبقى الحل طبعا احنا قلنا ان ب د هو مسقط ألف د على المستقيم ب د. طبعا من فيثاغورس هتقدر تجيب ب د بسهولة. في المثلث بقى ألف ب ج ألف ب د القائم الزاوية في ب من فيثاغورس ب د تربيع بيساوي ألف د تربيع اللي هو الوتر ناقص ألف ب تربيع. ألف د تربيع بيساوي 17 تربيع وألف ب تربيع بيساوي 8 تربيع. نجيب ألف بقى ألف ب د تربيع بخطوة واحدة. طبعا 17 أس 2 ناقص بقى 8 تربيع ب64 بيساوي 15 سم.
يعني تقدر تقول إن ب د بيساوي جذر الموضوع ده، يعني بيساوي 15 سم. عاوز بعد كده نوع المثلث ب ج د بالنسبة للزوايا. أكبر ضلع في المثلث ب ج د هو ب د اللي طلعناه، ده كان المطلوب رقم واحد. في المثلث بقى ب ج د ب د تربيع بيساوي 15 أس 2، يعني بيساوي 225. ب ج تربيع بقى زائد د ج تربيع ب ج تربيع زائد ج د تربيع بيساوي 9 أس 2 زائد ج د بكام؟ ب 12. 12 أس 2 يعني بيساوي 81 زائد 144، يعني بتساوي 5 2 3 2. إذا بقى ب د تربيع بيساوي ب ج تربيع زائد ج د تربيع. إذا المثلث ب ج د قائم الزاوية، وطبعا الزاوية القائمة هي اللي تقابل أكبر الأضلاع اللي هو ب د اللي هي زاوية ج. وده كان المطلوب رقم 2. السؤال رقم 7 في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع فيه ب ج بيساوي 15 سم وج د 8 سم وأ ج 19 سم. أثبت أن زاوية أ ب ج منفرجة. يبقى أكيد هحطها في مثلث اللي هو أ ب ج، بس أنا عندي أطوال ضلعين بس في المثلث أ ج أ ب ج اللي هو أ ج وب ج، محتاج أ ب، وهو قال لي في الأول إن أ ب ج ده المتوازي أضلاع، يبقى أ ب 8 سم. يبقى الموضوع كده اتحل. هتربع أ ج، هتلاقي إن أ ج تربيع أكبر من أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، وبالتالي الزاوية المقابلة لأ ج هتبقى زاوية منفرجة. السؤال الثامن في الشكل المقابل أ ب ج ده شكل رباعي فيه قياس زاوية ب 90 درجة، أ ب 32 سم ب ج 24 وج د 9 سم وأ د 45 سم. أثبت أن المثلث أ ج د منفرج الزاوية. هو أكيد منفرج الزاوية في ج، بس إحنا ما نقدرش نحكم على الزاوية المنفرجة دلوقتي أو نثبت إن المثلث ده منفرج الزاوية غير لما يكون معانا كل أضلاعه. إحنا عندنا أ د وج د فقط، ناقص نجيب أ ج. هنقدر نجيب أ ج من المثلث أ ب ج القائم الزاوية في ب. من فيثاغورس طبعا تقدر تجيب أ ج، وبالتالي هتربع أكبر أضلاع طول، وهو طبعا هيكون أ د، ده أكيد. وتشوف مجموع مربعي الضلعين الآخرين. لو كان أكبر أضلاع طول مربعه أكبر من مجموع المربعين للضلعين الآخرين، يبقى كانت الزاوية اللي قصاد الضلع أ د طبعا منفرجة، وأصبح المثلث اللي هو المذكور ده منفرج الزاوية في ج. السؤال رقم 9 في الشكل المقابل أ ب ج ده شكل رباعي فيه قياس زاوية ب 90 درجة، أ ب 5 سم ب ج 7 سم
ألف د 8 سنتي، د ج 6 سنتي. أثبت أن زاوية د حادة. زاوية د، يبقى عشان نثبتها إنها زاوية حادة ما عندناش طريق آخر غير نعتمد إن احنا نحطها في مثلث. ما عندناش أي معطيات تانية نقدر نثبت منها إن زاوية د حادة. يبقى هنحطها في مثلث، يبقى هنوصل ألف ج. بس بعد ما وصلنا ألف ج يبقى احنا محتاجين نجيب طول ألف ج. احنا لازم يكون عندنا كل الأضلاع في المثلث ألف د ج عشان نثبت فيه إن زاوية د ديت زاوية حادة. ألف ج هنقدر نجيبه طبعا من المثلث قائم الزاوية ألف ب ج، قائم الزاوية في ب، لأنه هو وتر المثلث ألف ب ج. يبقى البرهان أولا العمل نرسم ألف ج أو نوصل ألف ج. الأول طبعا هنجيب ألف ج بيبقى في المثلث ألف ب ج القائم الزاوية في ب. من فيثاغورس بقى ألف ج تربيع بيساوي ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع، يعني بيساوي 25 زائد 49، يعني بيساوي 74. وطبعا 74 احنا مش محتاجين نجيب جذرها، لان مش هنحتاج جذرها في حاجة. احنا محتاجين ألف ج تربيع كده زي ما هو. في المثلث بقى ألف د ج، في المثلث ألف د ج هنجيب ألف د تربيع ود ج تربيع. ألف د تربيع زائد د ج تربيع بيساوي 8. 8 تربيع يعني ب64، وده الجيم ب6 يعني 36، يعني بيساوي 100. إذا ألف ج تربيع أقل من ألف د تربيع زائد د ج تربيع. يبقى الزاوية زاوية د المقابلة لألف ج. إذا زاوية د المقابلة لألف ج زاوية حادة. في الشكل المقابل السؤال رقم 11 ألف ب ج د مستطيل في ألف ب 16 سنتي وب ج 24. هي تنتمي لج د بحيث د هي بتساوي 9 سنتي. بين نوع المثلث ب واو اهي بالنسبة للزوايا. يعني عاوزك تشوف نوع المثلث ده هل هو حاد ولا قائم ولا منفرج الزاوية. عشان نشوف نوع المثلث ده لازم يكون عندنا أطوال أضلاعه. نبص للضلع مثلا ب واو، نقدر نجيبه طبعا من المثلث ألف ب واو هو القائم الزاوية في ألف. عندنا أحد ضلعي القائمة اللي هو ألف ب، وعندنا ألف واو اللي هو نص ألف د، يعني ألف واو 12 سنتي، لأن ألف د بيساوي ب ج، وبالتالي تقدر تجيب ب واو بسهولة بالمثلث ده. ب واو وتر فيه. المثلث واو برضو د ه برضو قائم الزاوية فيه د، تقدر تجيب واو ه
الواو ه ده وتر في المثلث ده. عندك واو دال ودال ه. المثلث ه جيم ب، تقدر تجيب برضو طول ب ه، لان ب ه وتر فيه. وعندك ب ج طبعا اهوت، وناقص ه ج اللي هو بيساوي د ج ناقص 9. يبقى هتقوله بقى البرهان. بما ان الاول هتظبط لنفسك كل حاجه، هتجيب له الف واو، وواو دال وه ج، يبقى انت كده جبت كل حاجه، مش ناقص الا تجيب الاطوال على بعضيها بقى، اطوال الاضلاع دي. بما ان الف ب ج دال مستطيل، اذا ألف د يساوي ب ج يساوي 24 سنتي. إذا ألف واو بيساوي واو د بيساوي نص بقى، ال 24 بيساوي 12 سنتي. فاضل لنا طول ه ج، وألف ودال ج بيساوي ألف ب بيساوي 16 سنتي. إذا ه ج بيساوي د ج اللي هو 16 سنتي ناقص د ه، يعني بيساوي د ج اللي هو 16 ناقص د ه اللي هو 9. يبقى 16 ناقص 9 ب 7 سنتي. يبقى انت كده مهدت لنفسك الارضيه وجبت كل اطوال الاضلاع الناقصه، انك بقى تشتغل على المثلث ب واو ه، اللي هو عاوزك تثبته ان هو، او عاوزك تبين له نوع هذا المثلث. الاول هنجيب ب واو طبعا من المثلث ب الف واو. في المثلث ب الف واو القائم في الف، ب واو تربيع بيساوي الف ب تربيع زائد الف واو تربيع. الف ب ب 16 والف واو ب 12، يعني بيساوي 16 تربيع زائد 12 تربيع. يبقى إذا ب واو بيساوي جذر ال 16 تربيع زائد ال 12 تربيع بيساوي جذر ال 16 طبعا أس 2 زائد ال 12 أس 2 بيساوي 20 سنتي. في المثلث بقى واو دال ه القائم الزاوية في دال، واو ه تربيع بيساوي واو دال تربيع زائد دال ه تربيع، يعني بيساوي واو دال تربيع احنا قلنا ب 12 تربيع، ودال ه ب9 تربيع. إذا واو ه بيساوي جذر ال 12 تربيع زائد ال9 تربيع بيساوي ال 12 تربيع زائد ال9
تربيع بيساوي 15 سم. في المثلث بقى ه ج ب، القائم الزاوية طبعا في ج. ه ب تربيع بيساوي ه ج تربيع زائد ب ج تربيع، يعني بيساوي ه ج تربيع. احنا طلعنا ه ج بكام؟ ب7 سنتي. 7 تربيع زائد ب ج ب24 تربيع. إذا ه ب بتساوي جذر ال7 تربيع يعني 49 زائد ال24 تربيع، يعني بيساوي 49 زائد 24 طبعا تربيع بيساوي 25 سم. في المثلث بقى ب و ه اللي عاوز يثبتوا حد عاوز يبين نوعه، مش يثبتوا حد الزوايا. طبعا عندنا احنا جبنا ب واو ادي واحد، وجبنا واو ه ادي اتنين، وجبنا ه ب ادي تلاتة. ادي التلات اضلاع بتاعة المثلث ب واو ه. في المثلث بقى ب واو ه، اكبر ضلع فيه مين؟ اللي هو ه ب. ه ب تربيع بيساوي 25 تربيع، يعني ب625. واو ه تربيع زائد ب واو تربيع، ب واو تربيع زائد واو ه تربيع بيساوي ب واو ب20 وواو ه ب15، يعني بيساوي 400 زائد 225، يعني بيساوي 625. إذا ه ب تربيع بيساوي، طبعا الاتنين بيساووا بعض، مربع الضلعين دول بيساوي مربع الضلع اللي هو ه ب. يبقى إذا ه ب تربيع بيساوي ب واو تربيع زائد واو ه تربيع. إذا المثلث ب واو ه قائم الزاوية فين الضلع أكبر أضلاع اللي هو ه ب، يبقى الزاوية القائمة اللي هي زاوية واو، قائم الزاوية في واو. السؤال 15، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الموضوعة. مثلث أطوال أضلاعه 5 و12 و13 سم تكون مساحته كام في الاختيارات ديت؟ طب نشوف المثلث. آه أكيد المثلث ده قائم الزاوية، لأن مش هنقدر طبعا نجيب مساحته إلا ما يكون قائم الزاوية، لأن 13 تربيع ب169 بيساوي 12 تربيع ب144 زائد 25 يبقى 169 برضه. يبقى المثلث ده قائم الزاوية. يبقى دول ضلعي القائمة، يبقى مساحته نص في 5 في 12. يبقى 5 في 12 ب60 في نص ب30، يبقى الاختيار ألف.
ألف ب ج مثلث منفرج الزاوية في ألف. ألف ب 4 سنتي، وب ج 7 سنتي، فإن ألف ج يمكن أن يكون كام سنتي؟ منفرج الزاوية في ألف، يبقى ب ج هو أكبر الأضلاع. يبقى مربع ب ج اللي هو 7 سنتي، اللي هو 49 بقى، لازم يكون أكبر من مجموع مربعي الضلعين الآخرين. الضلع الأول 4 يعني 16. طب لو اعتبرنا إن ألف ج ده 5 سنتي، يعني 16 زائد 25 يعني 41. ينفع يشتغل معانا. طيب ب 16 زائد 36، هنا مش هينفع. 16 زائد 36 52، هيبقى طبعا أكبر من ب ج تربيع. يبقى من بعد الخمسة كده مش هينفع أي أضلاع من دول. يبقى عندنا الاختيار ألف هو الاختيار الصحيح. ألف ب ج مثلث منفرج الزاوية في ب. مادام منفرج في الزاوية في ب، يبقى ألف ج هو أكبر الأضلاع. في ألف ب 5 سنتي، وب ج 3 سنتي، فإن ألف ج يمكن أن يكون. فطبعا ألف ج تربيع لازم يكون أكبر من مجموع المربعين الضلعين دول. ده 25 وده 9، يعني 34. يعني المفروض ألف ج تربيع يبقى أكبر من 34. يبقى بالتالي 4 تربيع لا طبعا، وخمسة لا طبعا. 25 السبعة يبقى 49. يبقى الإجابة ج ديت هي الإجابة الصحيحة. واحنا ما اخترناش ليه 8 او ما اخترناش يعني، لان طول اي ضلع في اي مثلث اقل من طول الضلعين الاخرين. اوعى تاخد ضلع اكبر او طول اكبر من المطلوب. لازم تحت قاعدة كده، تتصرف تحت قاعدة في الاسئلة اللي زي كده، ان طول اي ضلع في اي مثلث اقل من مجموع طولي الضلعين الآخرين. أنا ما بتكلمش عن مربع الضلع، بتكلم عن الطول الحقيقي اللي هو 5 و3 وهكذا. ألف ب ج مثلث حد الزاوية فيه ألف ب 6 سنتي، وب ج 8 سنتي، فإن ألف ج يمكن أن يكون. طب هنشوف الاختيار الأول اللي هو 2. طبعا 2، احنا قلنا ايه دلوقتي؟ ان طول اي ضلع في مثلث اقل من مجموع طولي الضلعين الاخرين. فاتنين طبعا مثلا زائد 6 يبقى 8، يبقى بيساوي الضلع التالت اللي هو ب ج. يبقى 2 ده غلط. لازم الضلع مجموع اي طولي ضلعين في اي مثلث اكبر من طول الضلع التالت. فلو اخترنا الستة طبعا هيكون ب ج هو أكبر ضلع. طبعا 8 تربيع ب64، والستة وهنا 6 36 مجموعهم ب72. يبقى كده ب ج تربيع أقل من مجموع مربعي الضلعين الآخرين. يبقى أعتقد الاختيار ب هو الصح. لكن هنا 10، هنا هيديك مثلث قائم الزاوية، لأن 10 تربيع بيساوي 6 تربيع زائد 8 تربيع. وطبعا 14 هنا هيكون طبعا مساوي لمجموع الضلعين. هنا ده ما ينفعش أضلاع لمثلث طبعا. في ضلع 6 و8 و14. هنا الضلع الثالث هيبقى مساوي لمجموع طولي الضلعين الآخرين. فما ينفعش ال 14 ده خالص إنه يكون طول ألف ج. السؤال اللي بعد كده ألف ب ج مثلث فيه ب ج تربيع بيساوي ألف ب تربيع زائد ألف ج تربيع. يعني ده مثلث قائم الزاوية، بس قائم الزاوية في إيه؟ في الزاوية اللي بتقابل الضلع الأكبر، اللي هي بتقابل الوتر.
لو بتقابل ب ج يبقى قائم الزاوية فيه ألف. زاوية ألف هي القائم. قال لك زاوية ب 40، يبقى زاوية ج طبعا 180 ناقص 90 زائد 40. 90 زائد 40 ب 130، يبقى زاوية ج ديت أكيد احنا قلنا 90 زائد 40 ب 130، يبقى زاوية ج دي 50. المثلث المتساوي الساقين الذي طول ضلعين فيه 3 سم و4 سم، تكون أكبر زواياه حادة ولا قائمة ولا منفرجة ولا مستقيمة؟ قال لك طول ضلعين فيه 3 و4 سم، أكيد الضلع الثالث يا إما 3 يا إما 4. قال لك هو متساوي الساقين، فبالتالي هيكون أكبر الأضلاع 4، يبقى 4 تربيع ب 16، والضلعين التانيين 9 و16 25. يبقى مربع الضلع الأكبر أقل من مجموع مربعي الضلعين الآخرين، يبقى المثلث ده حاد الزوايا، يبقى أكبر زاوية فيه حاد. لكن يستحيل تكون في زاوية قائمة أو منفرجة، وطبعا مستقيمة. ده طبعا مفيش مثلث إحدى زواياه مستقيمة نهائي خالص. السؤال رقم 16، أكمل ما يأتي. في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب تربيع بيساوي ب ج تربيع زائد أ ج تربيع، فإن قياس زاوية نقط تساوي 90 درجة. قياس الزاوية اللي بتقابل أكبر الأضلاع طولا اللي هو أ ب. أ ب ده هو الوتر، فبالتالي الزاوية اللي بتقابل أو تواجه أ ب هي زاوية ج. في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب تربيع أقل من أ ج تربيع زائد ب ج تربيع، فإن زاوية ج تكون طبعا الزاوية اللي بتواجه أكبر الأضلاع طولا هتكون زاوية حادة، لأن أكبر الأضلاع دول اللي قصادها أقل من مجموع طولي الضلعين الآخرين. في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب تربيع زائد ب ج تربيع أقل من أ ج تربيع، يبقى أ ج تربيع ده قصاده زاوية منفرجة على طول اللي هي زاوية ب، تكون منفرجة. في المثلث س ص ع إذا كان س ص تربيع بيساوي ص ع تربيع زائد ع س تربيع، يبقى الزاوية اللي بتقابل الضلع س ص اللي هي ع ديت أكيد زاوية قائمة حسب نظرية فيثاغورس. في المثلث س ص ع إذا كان ص ع تربيع أكبر من س ع تربيع ناقص س ص تربيع، فإن زاوية ص تكون هات سالب س ص تربيع ده الناحية التانية من المتباينة، هيبقى س ع تربيع أقل من ص ع تربيع زائد س ص تربيع، فبالتالي الزاوية اللي بتقابل س ع اللي هي ص هتكون زاوية حادة، لأن مربعه أقل من مجموع مربعي الضلعين الآخرين. ما تنساش تجيب السالب دي الناحية التانية هنا في الطرف اليمين من المتباين، تكون حادة. في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب تربيع بيساوي أ ج تربيع ناقص ب ج تربيع، فإن زاوية ج تكون طيب برضو زي ما عملنا هنا أ ج تربيع. هات سالب ب ج تربيع الناحية التانية هنا، يبقى أ ج تربيع بيساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، يبقى الزاوية اللي قصاد أ ج اللي هي زاوية ب دي قائمة، وبالتالي زاوية ج هتكون إيه؟ حادة. في المثلث أ ب ج إذا كان أ ج تربيع زائد ب ج تربيع بيساوي أ ب تربيع ناقص 5. هات السالب 5 دي الناحية التانية، يبقى أ ب تربيع بيساوي مجموع الضلعين دول مربعي الضلعين دول زائد 5.
كمان، يعني هو مش اكبر منهم وبس، ده اكبر منهم ومنضاف ليهم 5 كمان. فبالتالي الزاوية اللي قصاده طبعا هو هيكون اكبر الاضلاع طبعا، والزاوية اللي قصاده هتكون منفرجة، لان مربعه اكبر من مجموع مربعي الضلعين الاخرين. يبقى زاوية ج اللي هي قصاد أ ب هتكون منفرجة. في المثلث أ ب ج، إذا كان أ ج تربيع ناقص أ ب تربيع بيساوي ب ج تربيع ناقص 3. طب هات الألف ب السالب أ ب دي الناحية التانية بموجب أ ب، يبقى أ ج تربيع بيساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع ناقص 3. يعني هو لو شلت التلاتة ديت هيبقى أقل منهم، لما تطرح منهم 3 هو بيساويهم. لكن لو نفس المقدار ده من غير طرح 3، لا هو أقل منهم، وبالتالي الزاوية اللي قصاده زاوية حادة اللي هي زاوية ب. في المثلث أ ب ج، إذا كان أ ب تربيع زائد ب ج تربيع بيساوي 48 سنتي، وأ ج بيساوي 7 سنتي، فإن زاوية ب تكون طبعا أ ج تربيع هنا 49، يبقى هو مربعه أكبر من مجموع مربعي الضلعين دول اللي هو 48. يبقى زاوية ب اللي هي قصاده هتكون طبعا منفرجة. المثلث س ص ع، إذا كان 90 درجة أقل من قياس زاوية ص، أقل من 180، يعني زاوية ص محصورة قياسها يعني محصور ما بين ال90 وال180، يعني زاوية منفرجة. يبقى أكيد يكون س ع تربيع نقط س ص تربيع زائد ص ع تربيع، يعني أقل من أو أكبر من أو يساوي. فبالتالي الضلع اللي قصادها مادام هي زاوية منفرجة، مربعه أكبر من مجموع مربعي الضلعين الآخرين. الضلع اللي قصادها اللي هو اللي قصاد زاوية ص أكيد هيبقى س ع، يبقى مربعه أكبر من مجموع مربعي الضلعين الآخرين. إذا كانت زاوية أ تتمم زاوية ب، يعني الاتنين مجموعهم 90، في المثلث أ ب ج، فإن أ ب تربيع، يعني بدام أ تتمم زاوية ب يبقى أكيد زاوية ج بتساوي 90. ما هو الاتنين دول مجموعهم 90، يبقى أكيد زاوية ج بتساوي 90. يبقى أ ب تربيع اللي هو مقابل بقى لزاوية ج بيساوي أ ج تربيع زائد ب ج تربيع، بيساوي عشان خاطر المثلث ده قائم الزاوية في ج. ج دي الزاوية اللي مواجهة لأكبر ضلع في المثلث اللي هو الوتر، قائم الزاوية اللي هو الوتر. السؤال اللي بعد كده، إذا كان طول ضلعين في المثلث 3 سم و5 سم، فإن طول الضلع الثالث تنحصر قيمته بين وبين. أكيد الضلع الثالث هيكون أقل من مجموع الضلعين دول، يعني طوله أقل من مجموع طول الضلعين دول، واكيد اكبر من الفرق بينهم، يعني اكيد هيكون اقل من مجموعهم، يعني اقل من 8، واكبر من الفرق بينهم، يعني اكبر من 5 ناقص 3، يعني اكبر من 2. فهتنحصر قيمته بين 2 و8، يعني مش هياخد القيمة 2 ومش هياخد القيمة 8، لكن في القيم او في الاطوال اللي بين 2 و8، يعني دايما هيكون طوله اكبر من 2 واقل من 8. المثلث أ ب ج الذي أطوال أضلاعه 6 و8 و11 يشابه المثلث س ص ع، فإن المثلث س ص ع يكون نقط بالنسبة لزواياه. يعني عاوز يعرف نوع المثلث س ص ع بالنسبة لزواياه، إذا كان بقى حاد الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية. طب نشوف المثلث اللي هو بيشبهه. ده أكبر ضلع 11 تربيع ب 121، أكيد أكبر من 36 زائد 64، يعني ب100.
121 أكبر من 100. يبقى المثلث ده أ ب ج منفرج الزاوية. فبالتالي المثلث اللي بيشبهه منفرج الزاوية زيه بالظبط. ليه؟ لأن الزوايا المتناظرة للمثلثين متساوية في القياس. في المثلث س ص ع إذا كان س ع ناقص س ص مضروبة في س ع زائد س ص أقل من ع ص تربيع، فإن زاوية ص تكون نقط. عاوز أعرف أكيد زاوية ص دي بقى حادة قائمة. طبعا هي مش هتكون قائمة، هي هتكون حادة أو منفرجة. هنشوف. هنضرب طبعا المقدار القوس ده في القوس ده، هيطلع عندنا س ع تربيع وطبعا الطرفين هيتلاشوا مع الوسطين هيتلاشوا مع الطرفين. يعني الوسطين هيبقى حاصل ضربهم س ص س ع سالب س ص س ع، والطرفين موجب س ص س ع، فبالتالي الاتنين هيتلاشوا مع بعض. هيتفضل عندنا سالب س او ناقص س ص تربيع اقل من ع ص تربيع. هات س ص دي الناحية التانية بموجب س ص، س ص تربيع. يعني إذا س ع تربيع أقل من ع ص تربيع زائد س ص تربيع. فبالتالي الزاوية اللي بتواجه س ع اللي هي زاوية ص هتكون حادة، لأن مربع س ع أقل من مجموع مربعين الضلعين الآخرين. وطبعا المثلث ده منفرج الزاوية بالنسبة للزواياه، مش منفرج بس طبعا. السؤال رقم 17 من أسئلة المتفوقين. أ ب ج مثلث فيه أ ب بيساوي 13 سنتي وب ج 11 سنتي وأ ج 20 سنتي. أثبت أن المثلث أ ب ج منفرج الزاوية في ب. هنرسم الأول المثلث أ ب ج. من الواضح إن أ ج ده أكبر الأضلاع تقابله أكبر الزوايا. ده المثلث أ ب ج. أ ج 20 سنتي وأ ب 13 سنتي وب ج 11 سنتي. بالنسبة للمطلوب الأولاني أثبت أن المثلث أ ب ج منفرد الزاوية في ب. طبعا هنجيب أطول الأضلاع طولا ونربعه ونقارنه بمجموع مربعين الضلعين الآخرين. وأكبر الأضلاع هنا طولا هو المقابل للزاوية ب، فلو كان مربعه أكبر من مجموع مربعي أ ب وب ج فتبقى على طول زاوية ب منفرجة، أو المثلث أ ب ج منفرج الزاوية في ب. يبقى البرهان أ ج تربيع بيساوي 20 تربيع، يعني بيساوي 400. أ ب تربيع زائد ب ج تربيع بيساوي 13 تربيع زائد 11 تربيع، يعني بيساوي 169 زائد 121، يعني بيساوي 9
صفر 729 390 290 مش 90. إذا ألف جيم تربيع أكبر من ألف ب تربيع زائد ب جيم تربيع. إذا المثلث ألف ب جيم منفرج الزاوية في ب. ده المطلوب أولا. مطلوب واحد. بعد كده عاوز طول مسقط القطعة المستقيمة ألف ب على ب. يبقى هنضطر نعمل عمل مسقط. الأول هنجيب مسقط ألف على ب ج، هو طبعا تقاطع العمودي المرسوم من ألف على المستقيم ب ج. هنرسم عمود، ده يبقى العمل بتاعنا. وهيقطع المستقيم ب ج في د. يعني هو عايز طول د ب. مسقط ألف على المستقيم ب ج هو د، ومسقط ب على المستقيم ب ج هو النقطة ب، فبالتالي يبقى مسقط ألف ب على المستقيم ب ج هو د. يبقى العمل نرسم ألف د عمودي على المستقيم ب ج يقطع ب ج مستقيم ب ج في د، فيكون د ب القطعة المستقيمة د ب هي مسقط ألف مسقط ألف ب على ب. عشان نجيب طول د ب ما عندناش معلومات كفاية لا من فيثاغورس ولا من إقليدس إن احنا نقدر نجيب طول د ب مباشرة، ولكن هنعمل عملية بسيطة كده، إن احنا نستخدم المثلثين القائمين الزاوية ألف د ج وألف د ب في إيجاد طول د ب. طبعا ألف د هنجيبه بدلالة ألف ج ود ج في المثلث الكبير كله، وهنجيبه برضو بدلالة المثلث ألف د ب بدلالة ألف ب ود ب، وبالتالي نقدر نكون معادلتين نقدر نجيب منهم القطعة المستقيمة د ب أو مسقط ألف ب على ب ج. في المثلث بقى ألف د ج مثلث كبير القائم زاوية طبعا في د. ألف د تربيع بيساوي ألف ج تربيع ناقص ألف ج تربيع. ألف ج ده الوتر في المثلث الكبير ناقص د ج تربيع. د ج ده بيساوي د ب اللي احنا عاوزينه زائد 11 سم زائد ب ج. يعني ألف د تربيع بيساوي ألف ج تربيع ناقص د ب اللي احنا عاوزينه زائد ب ج. طبعا الكل تربيع، يعني ألف ج تربيع ناقص بقى د ب
زائد 11 الكل تربيع، ونسمي ديت واحد. هنجيب بقى ألف د تربيع برضو، لأن احنا هنساوي المعادلتين ببعض دلوقتي. ألف د تربيع من المثلث الصغير ألف د ب. في المثلث ألف د ب، القائم بقى الزاوية في د، ألف د تربيع برضو بيساوي ألف ب تربيع ناقص د ب تربيع. ألف ب تربيع ناقص د ب الكل تربيع، يعني بيساوي ألف ب تربيع ب 13 تربيع، وده ب تربيع زي ما هو، يعني بيساوي 169 ناقص د ب تربيع. ونسمي المعادلة ديت 2 عشان هنساويهم ببعض. هنا ألف د تربيع، إذا وهنا برضو إذا ألف د تربيع. هنا ألف د تربيع وهنا ألف د تربيع، يعني الطرف الشمال في المعادلة واحد دي بيساوي الطرف الشمال هنا. يبقى احنا تخلصنا من ألف د تربيع دلوقتي بقى، وبقى عندنا ألف ج تربيع. طبعا ب 20 سم هنكتب طبعا قيمته دلوقتي. يبقى من واحد واتنين، إذا ألف ج تربيع بقى ناقص القيمة ديت بتساوي 169 ناقص د ب تربيع. إذا ألف ج تربيع ناقص د ب، احنا كان ممكن نقول بقى ألف ج تربيع نشيلها ونخليها على طول ب400. يبقى إذا 400 ناقص د ب زائد 11 الكل تربيع بيساوي الطرف الشمال في المعادلة اللي تحت ديت اللي هي المعادلة 2، 169 ناقص د ب تربيع. عاوزين نفك القوس ده ونربعه. إذا 400 ناقص د ب تربيع زائد الأول في التاني في 2، يعني 22 د ب زائد 11 تربيع يعني 121، ونقفل القوس بيساوي 169 ناقص د ب تربيع. إذا 400 فوق القوس ده بقى، بس اضرب السالب في كل قيمة من دول، ناقص د ب تربيع ناقص 22 د ب ناقص 121 بيساوي 169 ناقص د ب تربيع. سالب د ب تربيع هتروح مع سالب د ب تربيع في الناحية اليمين، يبقى 400 ناقص 121 ب 279 ناقص 22 د ب بيساوي 169. هات ال 169 دي بسالب أو هات ال 279 بسالب الناحية التانية، يبقى سالب 22 د ب بيساوي سالب 0.1 اضرب في السالب في الطرفين، يبقى إذا 22 د ب بيساوي موجب 110.
إذا د ب بيساوي 110 على ال 22، يعني بيساوي 5 سنتي. وده كان المطلوب رقم ب. بعد كده هو عاوز مساحة المثلث أ ب ج. طب طبعا هنستخدم المثلث الكبير، هنجيب مساحته أ د ج، وهنطرح منه المثلث الصغير أ د ب. بس احنا ما عندناش د، هنجيبه طبعا من فيثاغورس. عندنا بقى د ب دلوقتي 5 سنتي، بقى د ج كله 16 سنتي. يبقى في المثلث أ د ب قائم في د أ د تربيع بيساوي أ ب تربيع بيساوي زائد أو ناقص د ب تربيع. أ ب ده الوتر فيه. أ ب ب 13، يعني 169 ناقص 25. إذا يعني بيساوي 144. إذا أ د بيساوي جذر 144، يعني بيساوي 12 سنتي. دلوقتي نقدر نجيب مساحة المثلث أ ب ج، بتساوي مساحة المثلث الكبير اللي هو أ د ج ناقص القائم الزاوية طبعا، ناقص مساحة المثلث الصغير أ د ب القائم الزاوية برضه. المثلث الكبير طبعا ضلعي القائمة هما القاعدة والارتفاع، يعني بيساوي نص في القاعدة بتاعته اللي هو ب ج كله د ج كله، يعني هيبقى 5 زائد 11، احنا قلنا 16 في أ د بقى اللي هو 12 سم، ناقص مساحة المثلث أ د ب نص في د ب لو اعتبرناه هو القاعدة، نص في 5 في أ د اللي هو برضو 12 سم، يعني هتساوي على الاتنين ولا خلي ديت على الاتنين فيها 8. يبقى 8 في 12 ب 8 في 10 80، الاتنين في 8 ب 96 ناقص 2، الخمسة في 6 ب3، يعني بيساوي 96 ناقص 30، يعني 66 سنتيمتر مربع. سؤال 18، احسب قياس أكبر زاوية في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب 7 سم وب ج 3 سم وأ ج 5 سم. هنرسم المثلث أ ب ج. أ ب أكبر الأضلاع، فبالتالي أكبر الزوايا هي اللي بتقابل أكبر أضلاع. يبقى هو عاوز زاوية أ ب 7 سنتي، ب ج 3 وأ ج 5. هنعمل هي تقريبا نفس فكرة المسألة اللي فاتت، اللي هو الجزئية التانية. هنعمل العمل، هنرسم أ د عمودي على المستقيم ب. يبقى العمل نرسم أ د عمودي
على ب ج ويقطع ب ج في د. طبعا لما أقول المستقيم ب ج هو المستقيم ج ب وممتد من ناحيتين. البرهان بقى، المسألة دي ملهاش غير حل وحيد تقريبا، إنك هتجيب طول د ج وهتكتشف إن د ج هو طوله نص طول الوتر أ ج، وبالتالي الزاوية المقابلة ليه اللي هي زاوية د أ ج هتبقى 30، وزاوية د ج أ هتبقى 60، وبالتالي زاوية أ ج ب هتبقى 120. هنجيب د ج ازاي؟ هنعمل زي ما عملنا المسألة اللي فاتت. هنجيب أ د في المثلثين قائمي الزاوية، أ د تربيع في المثلث أ د ب والمثلث أ د ج. يبقى في المثلث أ د ب القائم زاوية في ب، أ د تربيع بيساوي أ ب تربيع ناقص د ب تربيع. أ ب تربيع ده ب7 يعني 7 تربيع يعني 49 ناقص د ب. قسم بقى د ب لد ج وج ب. د ج زائد ج ب، طبعا الكل تربيع بيساوي 49 ناقص د ج زائد ج ب اللي هي بقى ايه 3 الكل تربيع بيساوي 49 ناقص ربع هذا القوس بقى، يبقى د ج تربيع زائد الأول في التاني في 2 يعني 6 د ج زائد 3 تربيع ب9 يعني بيساوي 49 ناقص بقى د ج تربيع. اضرب السالب ده في القوس كله، وسالب 6 د ج وسالب 9، وسمي دي المعادلة 1. برضو أ د احنا قلنا دلوقتي في المثلث أ د ج، في المثلث بقى أ احنا قلنا في المثلث أ د ب، في المثلث أ د ج القائم برضو في د أ د تربيع برضو بيساوي أ ج تربيع ناقص د ج تربيع، يعني بيساوي أ ج ب25 أ ج أ ج تربيع ناقص د ج تربيع، وتساوي والمعادلة دي تسميها المعادلة 2. المعادلة 1 أ د تربيع بيساوي القيمة دي، والمعادلة 2 أ د تربيع بيساوي القيمة دي، يبقى القيمتين دول متساويتين زي ما عملنا المسألة اللي فاتت بالظبط. يبقى من 1 و2 إذا 49 ناقص د ج
تربيع ناقص 6 د ج ناقص 9 بيساوي 25 ناقص د ج تربيع. د ج تربيع هنا هتروح مع د ج تربيع هنا، يبقى إذا 49 ناقص 9 خليها بقى إيه 40 ناقص 6 د ج بيساوي 25. هات السالب 6 د ج دي الناحية التانية بالموجب، وهات 25 هنا، يبقى إذا 6 د ج بيساوي 40 ناقص 25 يعني بتساوي 15. إذا د ج بتساوي 15 على 6 بتساوي 2.5 سنتي. وطالما د ج بيساوي 2.5 سنتي في مثلث قائم الزاوية طول الوتر فيه 5 سنتي، يبقى د ج طوله نص طول الوتر، يبقى الزاوية اللي قصاده قياسها 30 درجة. يبقى في المثلث أ د ج، بما أن د ج بيساوي نص أ ج وقياس زاوية د 90 درجة، ما هو مثلث قائم الزاوية، إذا قياس زاوية د أ ج بتساوي 30 درجة. إذا بقى قياس زاوية د ج أ بتساوي 90 ناقص 30 بتساوي 60 درجة. عندنا بقى الزاوية دي د ج أ بقى 60 ودي 30، يبقى أكيد زاوية أ ج ب بتساوي 180 ناقص 60 يعني بتساوي 120 درجة. إذا قياس زاوية أ ج ب بتساوي 180 ناقص 60 بتساوي 120 درجة، وهي طبعا الزاوية وهي أكبر زوايا المثلث أ ب ج، لأنها تقابل أكبر الأضلاع اللي هو أ ب. وبكده نكون خلصنا تمارين كتاب المعاصر تمرين 10 على درس التعرف على نوع المثلث بالنسبة لزواياه. مش عاوز أوصيكم على الاشتراك في القناة وعلى عمل لايك أو إعجاب بالفيديوهات، ده بيفرق معانا أو معايا كتير جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.